داروا واحد الوكاله، استعنوا بواحد الوكاله لابن اخ ديالو باش يحفظ لهم الاراضي. هي ملكيه مشتركه وهذه ملكيه وحده، باش يحفظ لهم الاراضي. فاذا به ما تحفظتش الاراضي بدينا كنلقاو تدريجيا الاراضي كتمشي دازه وحده مورا وحده. لقينا دابا مؤخرا هذه البقعه الثالثه، حنا المده ديال 5 سنين حنا في مسطره قضائيه من بينها. اول بقعه مشات لنا في شارع الحسن الثاني مع نائب برلماني نضال رضوان، البقعه الثانيه في شارع محمد السادس الفاروق، البقعه الثالثه في شارع الحسن محمد السادس سطع عليها وحسان ابراهيم وحسان، البقعه الرابعه في شارع محمد السادس سطع عليها عبد الهادي الرقادي، البقعه الخامسه هي في الشحوطه سطع عليها وحسان، البقعه نقص البقعه اخرى. ديجا هذه البقعه دخل لها فاروق ودازت مسطره قضائيه ورجعت لينا اللي تشد واللي رجعت لي ارضه. الشهر الثاني دخل لها وحسان اللي دخل في البقعه الثالثه. هذه البقعه الثالثه دخل لها مصطفى السحيمي بن عمر، نور الدين الوطاسي، فريد عزوري صاحب مقهى فينيزيا في البارك، ومحمد غندي من الدار البيضاء. حنا دابا كنستعنوا سيدنا نصره الله، حنا قدامو ناس ضعافه، بغينا حقنا يرجع لينا، بغينا حقنا يرجع لينا لهاد الناس ضعافه كونهم كاين اللي تامى، كاين الفقراء، كاين اللي مات في هاد القصه ديال السطو اللي هذا، كاين اللي كيدير دياليز اللي مات بالفقص على ارضه مات خلى اللي تامى، كاين اللي عندو قصيرين عندها تقديم ديال القضاء على وليداتها وهم ماتوا بقاو لها اليتامى. من هذا المنبر كنشكر سيدنا، بغيناه يساندنا على هذا الشيء اللي واقع لنا في الارض المحمديه، وحنا الوحيدين ورثه الكبيره بن سعلي وورثه بركاوي بن العربي، حنا الوحيدين اللي وقع لنا في القبيله هذا السطو هذا. كاينه ايادي التدليس، كاين الزور، كاين بزاف المسائل داروا معنا باش داو لينا اراضي ديالنا كنعيشوا منها، حنا شاريينها ما خدمنا فيها، هذه اراضي والدينا ولاد الوالدين وأراضي جدودنا خلفوا علينا باش السبيكه ديالنا كنعتبرهم حنا ناس فلاحه، ناس فلاحه خلاو لينا الاراضي ديالنا باش كنعيشوا على يومنا هذا. فاذا به كنتفاجئوا الاراضي كل شهر كتمشي وحده، واش يعقل ان كل شهر تمشي وحده وانت كتفلح فيها وما على بالكش راه شي وحدين سطاو عليها وداوها وكيحفظوا فيها، حتى كيعيطوا لينا الناس كيقولوا لنا واحد الارض فلانيه دخلوا لها شي وحدين. والغريب في الامر ان هادو اللي كيسطاو اولاد 72 وكيهضروا على امراه زايده في 1937 باقا قصير وباقا ما عندهاش حق تورث، باقي باها حي ما يمكنش ليها تبيع الاراضي ديالها. وعشنا حنا موراها سنين وحنا اللي كنفلحوا فيها الى يومنا هذا. الجيران لا سولتي الجيران والقبيله غيقول لك عائله بركاوي والكبيره بن سعلي وهما اللي عايشين في هذه الارض وهما اللي كيفلحوا فيها. سمعنا بان بعض الناس المتورطين في هذه القضيه انهم تم الاعتقال تم الاعتقال ديالهم. واحد هذه سيمانه بينهم عدولات، هذاك مبارك بالحاج ديجا زور لينا ارض ديال شارع محمد السادس مع فاروق، راها كتسمى اقامات، الا مشيتي وغتشوفها كتسمى اقامات، وزاد زور عاوتاني. قالوا يمكن هادو ناس ضعاف ما عندهمش في كتافهم شي حد اللي غيوقف معاهم، ما عندهمش فلوس باش غادي يقاومونا، فهمتي، من هاد الثغرات باش دخلوا. ولكن اللي كنأكد عليه انا باغا هاد الناس هما تشدوا الحمد لله البارح وبان لينا الحق ديالنا والحمد لله الاراضي غترجع لينا. ولكن حنا بغينا رئيس الحربه الايادي الخفيه اللي باقا ما بانتش لينا بغيناها تبان وناخذوا حقنا منهم ان شاء الله. وضحينا كيفاش تم الكشف عن الملابسات في القضيه هاد الارض، كيفاش عرفناها. جات اخباريه ارساليه من عند السيد المحافظ المقاطعه الخامسه عند السيده القايده، قال لها هذا السيد كيحفظ في واحد 2 قطارات ونص في الشحوطه على طريق السيار، خاصك تعيطي للجيران
باش تكون هذيك تحديد المساحه، والجيران شكون في الشمال شكون في الغرب شكون. فاذا به جات رساله الورثه بالعربي. ملي جينا لعين مكان مع هذاك السيد اللي غيحفظ، لقينا الارض اللي كيحفظ فيها راه هي ديالنا. قلنا ليه كيفاش انت كتحفظ ومعيط لينا حنا نشهدوا لك؟ هذه راه ارضنا، راه حنا هما ورثه بالعربي، وهذه الارض ديال بالعربي بركاوي، وهذو الورثه ديالهم. كيفاش معيط لينا نشهدوا لك فيها وهي ديالنا وهي اللي بقات بوحدها؟ قال لك انا ديالي وارثها من عند با، وبا خلاها لي واحد نصراني ما عرفت اين سنه. قلت له كيفاش خلاها لك باك وانت ما ساكنش فيها، وانت يلاه مستفد من دور الصفيح، يلاه مستفد من براكه، وباك مخلي لك الخير والخمير وما سكنتيش فيها. وكاينه شي ارض قلت لي كتكتب بدون حدود بدون جيران. واش هاد الارض جات في السماء ما عندهاش حدود؟ واستعنوا بواحد الشهاده اداريه من المقاطعه الخامسه رقم 601. ملي مشينا كنحققوا مع السيده القايده لقينا ديك 601 خارجه فيها شهاده ديال عدم الشغل، ماشي شهاده اداريه. ديك الساعه اتضح لينا حنا ان كلشي الوراق صوري، وكان 12 شهر اللي شهدوا وما عرفوش راه الدراري 72 ربما رجعوهم ولا شي حاجه شهدوا بلي هاد الارض. ملي صافوا الخبار الارض ديال الورثه بالعربي بدات لافيت عاد اللي داروا رجعوا داروا ابرار، نازلوا على الشهاده ديالهم. وهذا الشيء راه كله كانوا في محكمه الجنايات. اول حاجه درنا اول خطوه هي التعرض باش نبلوكيو الملف. داز بروميي بوناج وبلوكينا الملف في المحافظه، وعاد درنا شكايه للوكيل، وعاد تبعنا الخيط اللي المسطره اللي عرفنا الشهود، عرفنا شكون اللي صور، عرفنا القطاعه، عرفنا القايده، عرفنا هذاك المدار توفى هو، عاد عرفنا السيد اللي خون. هذاك اللي خون دايرينو واجهه صوره موراهم اللي كاين الشفاره من الصبا الكبار راهم حاليا دابا راهم تشدوا ثلاثه راهم في الجنايات. وعاش الملك وكنشكر السيد العميل، دخلت عنده درت معاه محضر بهذا السطو اللي واقع في البلاد باش تكون عنده درايه في البلاد اشنو واقع. وشكرا للشرطه القضائيه اللي وقفت معنا وخدات معايا باعتبار هاد الناس ضعاف باش يرجع عليهم حقهم. والحمد لله كاين القانون يعلى ولا يعلى عليه. شنو الرساله ديالكم موجهه للجهات المعنيه؟ الرساله ديالي كنتمنى يزيدوا يجاهدوا ويبان لنا حقنا، ويبان لنا هذا السطو اللي وقع شكون مورا هذا السطو. حنا كنقولوا استعنا بواحد من الورثه وعطيناه وكاله وعطيناه فلوس باش يحفظ، ولا حاجه ما تحفظت والاراضي بدات كتمشي وحده تلو الاخرى. الحمد لله. السلام عليكم. انا واحده من هاد الناس اللي ضربوا في هاد الارض، وهاد الارض انا كنورثها للمرحوم الراجل الله يرحمه، وخلى لي اليتامى وتعداو عليا الناس وظلموا وليداتي. كنتمنى من سيدنا الله يبين لنا الحق ويرجع حق وليداتي، باقيين محتاجين، باقيين كيقراو، باقيين محتاجين. الله ينصر سيدنا. وكنشكر العامل المحمديه، وكنشكر القوات المساعده، وكنشكر رجال الامن اللي وقفوا معنا وبينوا لنا الحق. وكنتمنوا من الله ينصرنا عليهم. وسيدنا راه ما كيضيعش الشعب ديالو، غير تنصرنا ويرد لي رزق وليداتي يتامى وباقيين محتاجين وباقيين في طريق الدراسه. ايوا هادشي اللي كاين. انا متضرره بزاف مع وليداتي، ومع مني ما وصلت لهادشي لان وصلوني ليه هاد الناس.